مش مصدق. لان انا تخيلت وتحمست وحلمت، لكن ما اعتقدش ان الحقيقه كانت قد الحلم، كانت اكبر من الحلم بكتير. فرحت، لكن برضو انا عارف احنا قابلنا عقبات، منها عقبه الواجهه. كان المفروض تبقى بالالاباستر. الالاباستر ده رخام شفاف، وكان المعماري عامل ده على اساس ان هو هيبقى وجه. عندنا الاباستر بس ده كذا فدان الوجه ما يقضيش. فكان في اليونان وفي تركيا شفنا التكلفه لقيناها عاليه جدا، فاستعضنا بقى بالرخام عادي كده، واتعملت الواجهه بقى، عملوها يعني بقدر المستطاع من الخامات. انا كان ليا راي في الاول، قلت انا هعمل الواجهه يعني رخام عشوي وفي موديلنج يعني بشكل او اخر، وبعدين بشويه واجهه سيكوريت من الازاز الضخم، فحط بينهم الاضاءه. انا كنت عايز اوصل للالاباستر، يعني فكره الاضاءه يعني. فطبعا كانت برضو صعبه عشان تلاقي. احنا نفذناه يعني، كان وقت التنفيذ تصور يتكلف اظن 1,200,000,000. معرفش دلوقتي يتخطى بقى بالاسعار الجديده.